شبه رسمي حسام حسن مدير فني للمنتخب المصري. ده الكلام اللي بيتأكد من أكتر من موقع ومن أكتر صفحة الفترة الأخيرة، لدرجة إن حساب نادي سيراميكا كليوباترا بيأكد الخبر وبيبارك لحسام حسن قبل حتى اتحاد الكورة ما يعلن عن تعيين حسام حسن. ما شاء الله. يعني اتحاد الكرة اللي كان لسه لحد امبارح بيتكلم عن ان في مفاوضات مع مدير فني اجنبي، كيروش راجع، لا ده هارفي رينارد، لا ده دي صبر، لا بنتكلم هنا، لا بنشوف هنا، مرة واحدة كده النهارده الصبح لا ده مدير فني مصري، لا ده حسام حسن بيقترب، لا ده حسام حسن خلاص شكله اتعين. بس ايه هي معايير الاختيار؟ انت جايب حسام حسن ليه؟ انا متفهم ان انت ممكن تكون ما جبتش مدير فني مصري عشان خاطر الفلوس، وممكن يكون جالك كلام من وزارة الشباب والرياضة ان مفيش مدير فني اجنبي ومفيش عملة بالدولار، هات مدير فني مصري ويقبض بالجنيه بسبب المشاكل اللي بتمر بيها البلد. ماشي، مفهومة. بس اشمعنى حسام حسن من ضمن المديرين الفنيين كلهم؟ ليه مش علي ماهر؟ ليه مش احمد سامي؟ ليه مش محمد شوقي؟ ليه مش اي حد تاني؟ يعني اشمعنى حسام حسن؟ انا مش ضد حسام حسن ولا حاجه، يعني انا بالنسبه لي كل المديرين الفنيين في مصر زي بعض. ليه؟ لان اتحاد الكره خارم الجزئيه دي من زمان. اتحاد الكره بقاله فتره مش مهتم بالمدربين، ولا مهتم باخراج مدربين مصريين، ولا مهتم برعايه مدربين مصريين، ولا بيعمل دورات للمدربين المصريين، والعمليه ماشيه كده. فانا مش ضد حسام حسن، هات حسام حسن. بس انا عايز افهم ليه، يعني هل في سبب ولا العمليه كده؟ اصل الناس على السوشيال ميديا كاتبه حسام حسن فنجيب حسام حسن، اصل الناس من زمان بتطلب حسام حسن فنجيب حسام حسن عشان الناس تحل عنا، احنا ملناش دعوه، احنا جبنا حسام حسن اللي انتوا عايزينه اهو. لا، هو انت برضه اللي هتتحاسب كاتحاد كوره. حسام حسن نجح، حسام حسن فشل، الناس اللي طالباه، الوزير اللي قال لك هاته، ايا كان انت كاتحاد كوره المسؤول، وانت كاتحاد كوره اللي هتتحاسب. فما تلبسناش الطاقيه يعني. طب تعيين حسام حسن ده حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ انا زي ما قلت لك المديرين الفنيين المصريين كلهم زي بعض، وانا شايف ان المديرين الفنيين المصريين ما عندهمش خبرات في افريقيا، وصعب انك تقول ان في مدرب فني مصري هيقدر يقود المنتخب وينجح معاه الا بقى بالجرينتا والحب والقتال ويلا يا رجاله عشان مصر. وده يعني كلام ملوش علاقه بالكوره قوي، او مش هو صميم الكوره، لكنه برضه كلام محترم وبنحتاجه في المنتخبات وبنحتاجه في الفرق وبنحتاجه في الانديه. فماشي، حسام حسن احسن واحد يعمل الحته دي، فهو ممكن يكون كويس وممكن يكونوا جايبينه عشان الحته دي. لكن بالنسبه لي اختيار حسام حسن ده بيثبت حاجتين مهمين لازم يوضحوا ولازم الناس تبقى عارفاهم. اول حاجه ان مفيش بقى الكلام اللي بيتقال بتاع ان محمد صلاح اصله بيختار، محمد صلاح اصله اللي بيدير الكوره، محمد صلاح اصله اللي بيدير المنتخب، اصل ده منتخب محمد صلاح، اصله هو اللي بيحط التشكيل. اظن الكلام ده مش موجود، لان كل الناس كانت بتقول ان محمد صلاح هو اللي مش عايز حسام حسن يجي المنتخب، والكلام ده ثبت انه كلام كذب وملوش دعوه وملوش اساس من الصحه اهوت. لان في الاخر المنتخب عين حسام حسن لما كان عايز يعين حسام حسن، في الاخر اتحاد الكوره لما اضطروا تحت الضغط عين حسام حسن. الحاجه الثانيه اللي بيثبتها تعيين حسام حسن ده ان اتحاد الكوره ما عندوش فكره، هو ما بيختارش مدرب على اسس علميه ولا في طريقه ولا في اسلوب في التفاوض ولا كل الكلام ده كله. لا، هو الناس قالت مدير فني مصري بنجيب مدير فني مصري، قالوا مدير فني اجنبي بنجيب مدير فني اجنبي. الناس تقول مدير فني مصري، طب نجيب حسام البدري يجرب شويه، لا حسام البدري وحش، لا الناس مش حابه حسام البدري، مشي، عايزين مدير فني اجنبي، هات كيروش. كيروش الراجل بيتحكم وله كلمه وبيمشي كلامه علينا كاتحاد كوره، لا احنا اتحاد الكوره عايزين مدير فني نقول له يمين يمين شمال شمال، مشي كيروش. هات مدير فني مصري. الناس بتقول ايهاب جلال حلو، هات ايهاب جلال، تعادوا شهرين وما تستناش عليه وما تصبرش عليه في اي حاجه، واول ماتش يتغلبه تطلع تبيعه وتذبحه في الاعلام وتمشيه. طب الناس بتقول مدير فني اجنبي، هات فيتوريا مدير فني اجنبي، اديله 200,000 يورو في الشهر، اديله ولع الدنيا ما يهمكش. طب الناس بتشتم في فيتوريا، ماشي فيتوريا. عايزين مين؟ عايزين مدير فني مصر، هات حسام حسن. طب هم ليه جايبين حسام حسن دلوقتي؟ عشان هم ماشيين في شهر 7، قال لك بقى مش هنقعد نتخانق مع حسام حسن، احنا نجيب ونلبسه لهم ونمشي احنا بقى في شهر 7، احنا كده كده ماشيين ومش هينفع ننزل الانتخابات تاني، هنتهز اكتر ما احنا بنتهزق دلوقتي، فبلا هات لهم بقى حسام حسن وهم يعيشوا حياتهم معاه بعد كده. طبعا ده تلصيم وتخبيط وعك، والحمد لله ان شاء الله يعني هنخلص منه في شهر 7 قريب، فربنا يطلعنا منهم على خير، وربنا يوفق حسام حسن في اللي هو دخل عليه. حسام حسن مطلوب منه حاجات كتير، انا مش عارف بصراحه وما اقدرش اقول هو هيكون قدها ولا لا، هو هيكون كويس ولا لا، لان في عك كتير في المنتخب، وحسام حسن مطلوب منه شغل كتير، فربنا يوفقه ويقويه على اللي هو داخل عليه. ده كان رايي في تعيين حسام حسن، بس مش مهم رايي، المهم اسمع رايك انت في الكومنتات، والاهم من ده كله انك ما تنساش تدعم اخوك باللايك والشير، واشوفك بخير.